حبس تليفونك غير دقيقه، حيت غادي نقول لك واحد الحاجه اللي خطيره بزاف. الا بدات الحرب غدا غادي تفيق وغادي تلقى الاخبار ضاربين بوم. اللي كيقول لك الانترنت تقطع، اللي كيقول لك البنوك تشدو، الناس كاملين في واحد الحيره. ولكن الحقيقه اللي صدمه اكثر هي ان 90% من الشباب كيكونوش مستعدين نهائيا، ولكن كاينين واحد 10% فقط. هاد الناس ما غاديش ينهاروا، بالعكس غادي يوليو اقوى من اي وقت فات. السؤال دابا هو انت فين كاين؟ خلينا نكونوا صريحين شويه مع راسنا. المشكل ديال الشباب اليوم ماشي في القوه وماشي حتى في العقليه، المشكل في الطريقه اللي كيعيشوا بها. كيسهروا حتى ل3 ديال الليل، كيبقاو ساعات طويله في الهاتف، تيك توك، انستغرام، بلا هدف بلا خطه للحياه ديالهم. ولو وقعت شي ازمه مفاجئه كيوقع لهم بحال واحد الشلل. ونعطيك كاع مثال، الا تقطع الانترنت غير نهار واحد كاينين شي ناس كيحسوا بان حياتهم سالات. انا شخصيا دوزت واحد البريود في حياتي كنت بحال بزاف ديال الناس، كنضيع ساعات في الهاتف ديالي وكنقول مازال الوقت قدامي. ولكن نهار فهمت الحقيقه كلشي تبدل. الحياه صديقي راه ما كتعلمكش قبل ما تبدل، والازمات ما كتقولكش حزم الصمت. خليني نحكي لك واحد القصه اللي حقيقيه. في وحده من اشهر المعارك في التاريخ، القائد ديالها كان سميتو الاسكندر الاكبر. ما كانش عنده اكبر جيش، ولكن كانت عنده واحد الحاجه اهم اللي هي التحضير. الناس دائما كيسولو علاش كان كيربح. كان كيربح حيت كان كيكون مستعد قبل ما تبدا المعركه. والدرس صديقي راه بسيط، الانتصار كيبدا قبل من المعركه. لا دار مشاعل المعركة، الهضرة راه عليك اللي حاضر عينيك. الناس كيظنوا بان الحرب غير بالسلاح، ولكن الحقيقة مختلفة 360 درجة. الحروب اليوم هي حرب اقتصادية، حرب المعلومات، واهم حرب اللي هي بينك وبين راسك، بحال التضخم، الازمات الاقتصادية، الوظائف اللي كتضيع منك فجأة. وفي هاد الحروب اللي عنده المايند سيت قويه هو اللي كيربح في الاخر. دابا غادي نحكي لك قصه ديال واحد الشاب اللي عادي. وقعت واحد الازمه الاقتصاديه، صحابو كاملين طردوهم من الخدمه، ولكن هو بقى واقف وخا طردوه. دابا السؤال هو علاش؟ حيت كان صديقي عنده مدخرات، كان كيتعلم مهارات وكان انفيستي في راسو، بينما الاخرون كانوا كيعيشوا غير نهار بنهار. دابا وقف شويه، خليني نسولك واحد السؤال صريح. الا تقطع الانترنت سيمانه كامله، واش عندك شي مهاره تخدم بها؟ الا وقعت ازمه اقتصاديه، واش عندك شي مصدر دخل اخر؟ الا وقعت مشكله كبيره في العالم، واش عندك فلوس للطوارئ؟ خليني نبشرك، معظم الناس الجواب ديالهم هو لا. حتى بعدا الا وصلتي لهاد النقطه راه خصني نشكرك. دابا السؤال المهم هو كيفاش نوليو من هاد 10%. الا ما كنتيش صديقي كتحكم في وقتك، فراه الدنيا اللي غادي تتحكم بك. لهذا اول حاجه هي التحكم في وقتك. ثاني حاجه، المهاره هي سلاح حقيقي. تعلم مهارات قويه بحال البيع، التواصل، التجاره، صناعه المحتوى الى اخره. بحال هاد المهارات كيخليوك تكون اقوى في وقت الازمات. ثالث حاجه واللي قويه بزاف، العقليه القويه صديقي كتبدا غير من حوايج صغار وبساط، بحال تفيق بكري، دير سبور، تعلم شي حاجه جديده كل نهار بحال مهارات. المهم خصك تطور المايند سيت ديالك. اكبر خطا كيوقعوا فيه الشباب اليوم هما انهم كيظنوا انهم عندهم الوقت، ولكن الحقيقه راه الازمات ما كتعطيكش شي انذار، راه كتوقع فجاه. دابا تخيل راسك من هنا ل5 سنين الجايه، بينما 90% د الناس باقيين في بلاصتهم، انت حياتك بدلتيها 360 درجه. ماشي حيت كنتي دماغ عليهم، ولكن حيت بديتي بكري. دابا نهار غتبدا الازمه غادي يكونوا جوج ديال النواع ديال الناس كيقولوا علاش ما بديتش قبل وكيندموا، وناس اخرين غير كيبتسموا حيت كانوا مستعدين. دابا غادي نعاود لك نفس السؤال، انت فين غتكون؟
جاوبني في التعليقات. الا عجبك هذا الفيديو ما تنساش دير داك سبسكرايب معاك، حيت في هذه القناه غادي نعلمك كيفاش تكون من الناس اللي كيقدروا ينجحوا حتى الا تبدلت الحياه 360 درجه.